يا عباد الله، أمي أول كلمة نطقناها وأحلى كلمة رددناها. كم تقاسي من عنة وشدة في سبيل ولدها منذ استقراره نطفة في رحمها تحمله في بطنها، ومع مرور الأيام والليالي يزداد نموه ويزداد ثقله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يتجمع ولدها في ناحية من بطنها فيضغط عليها كأنما يريد تمزيق أحشائها، ثم يعود إلى الناحية الأخرى ويفعل بها كما فعل في الناحية الأولى، وهكذا لا يدعها تستريح لحظة واحدة أو تهنأ بطاعة أو تهدأ في نوم. فما أعظمها أمي، ما أعظمك من مخلوقة تقاسي ما لا يقاسي الرجال، وهي الوهنة الضعيفة طبيبة تقطع لحم أمك. أيها العاق قابلة في سحبه تسابق ولدها وروحها في الخروج. كثيرا ما تسبق الروح، تموت الأم استحياء، وإذا كتب الله لها فسحة في الأجل هذه المعركة اللاهبة نظرت إلى ولدها بجانبها، تلك المعركة اللاهبة نظرت إلى ولدها بجانبها تبسمت وقالت فداك روحي. يا عباد الله، إنها الأم البطلة الصامدة، إنها الأم يا عباد الله المجاهدة المخلصة، الأم نبع الحنان والرحمة، إنها الأم يا عباد الله أوفى صديق وأنصح رفيق، هي الممرضة والساهرة دون مقابل. الأم وما أدراك ما الأم، قسيمة الحياة وموطن الشكوى وعتاد البيت ومصدر الأنس وأساس الهناء. لا يطيب الحديث إلا بذكراها، ولا يسعد القلب إلا بلقياها. الأم لا توفيها العبارات ولا ترفعها الكلمات، محلها ومستقرها سويداء القلب وكفى. الأم كالعمر لا يتكرر مرتين، كالعمر لا يتكرر مرتين.